صاحب أعظم كومباك في التاريخ، القوي في تاريخ القديسين، أعلى أرقام قياسية في الرذيلة وأعلى أرقام قياسية في الفضيلة. قديس غريب جدا، بحس ربنا حطه مثال كده لأي حد شايف نفسه وحش. فأنت أكيد ما عملتش حاجات وحشة أكتر من الأنبا موسى عملها، ومهما اقتنيت فضائل فأنت مش حلو زي الأنبا موسى. في ليلة واحدة اتحارب بالخطية 11 مرة، وقام بعد كل مرة وجري على أبوه برضه 11 مرة، وكل مرة كان بيبكي فيها وهو بيشجعه. آخر مرة قال لأبوه: خلاص مفيش فايدة، أنا مش عارف أخلص من الأفكار دي يا أبويا. خده وطلعه على سطح القلاية بتاعته وقال له: بص يا موسى ناحية الغرب. بص موسى ناحية الغرب واتخض، كل دي شياطين واقفة تحاربني؟ قال له أبوه: طيب بص يا حبيبي كمان ناحية الشرق. قال: بصيت ولقيت ألوف وألوف، ربوات وربوات، ملايكة ورؤساء بيحاربوا عني. اتكسفت وقلت له: كل دول يا ابويا واقفين يسندوني وانا ما استاهلش؟ طبطب عليا يا ابويا وقال لي: لا تستاهل، لاني تمنك دم الهك. فهمت دلوقتي يا ابني؟ الحرب بتاعته مش بتاعتك يا حبيبي، اوعى تفقد رجائك واجري احتمي في دمه، هتغلب وتاخد اكليلك، ده خلاصك امر يهمه. لأنبا موسى الامل، تذكار التغيير، تذكار القوة، شفاعتك يا أبانا. الأنبا موسى الأسود، صاحب القلب الأبيض، الحبيب الأسمراني، بجوري آفا موسى.